الموسم الماضي لومبارد. هجمه ويمكن الهدف الاول. اسكو 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 لم يصمت كثيرا فريق غرناطة، لأن اللاعب اسكو سجل عن طريق هذه الكرة والتمريرة الجميلة هدف في هذه الليلة، هدف في هذه الأمسية. يسجل اسكو هدف أول في الدقيقة 12 من اللقاء في مرمى الحارس أوتشوا الحارس المكسيكي. لكن البداية والانطلاقة بتنبئ بأن الريال في مباراة سهلة، لانك تسجل مبكرا. تشوف الخطا هنا والضغطه والقطعه وتمريره حلوه قوي من بنزيما، والكره في الشباك عن طريق اللاعب اسكو اللي بيسجل هنا هدف اللقاء الاول بعد 12 دقيقه. شوف الضغطه والقطعه ذات قطعه الكره، بنزيما الكره سريعه الى اسكو، واسكو يتقدم ويتوغل ويسجل اسكو بعد ما كان سجل على فكره هدفين هذا الموسم كانوا في مرمى ريال بيتيس. يسجل في هذه الليله، كان قد سجل ايضا مع منتخب اسبانيا في مرمى انجلترا في لقاء ودي 2-2. يعود عليا لكن بتعدي من رونالدو تصل الى مودريتش. المتابعه بنزيما جول، المتابعه بنزيما جول. مودريتش يسدد وبنزيما يسجل، ويسجل كريم بنزيما هدفه العاشر في هذه المباريات بقى امام فريق نادي غرناطة. سجل 10 اهداف في 11 مباراة، ليس هناك راية. مودريتش سدد وبنزيما يسجل هدفه الخامس في الليجا بعدما سجل في اسبانيول وفي لاس بالماس وبلباو وبيتيس. بص شوف المباراة سهلت، تلعب ب5 تلعب ب6، لكن ما فيش ضغطة ما فيش رقابة. اوتشوا حارس مرمى اللي تألق مع المكسيك في كأس العالم 2014 وكان نجم مباراة هولندا دور 16 يتصدى لكرة مودريتش. لكن المتابعة من كريم بنزيما، هدف يأتي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة في هذه اللحظات لا شيء. بص مودريتش صلح وفكر وسدد، مين قابل؟ محدش قابل. ودي امامنا اوتشوا والرقابة غائبة من اللاعب روبن فيتسو، اللاعب القادم البرتغالي القادم من نادي فالنسيا على سبيل الإعارة. 2 لا شيء. كريم بنزيما، ادي كريم بنزيما لاعب المتألق يحكم سيطرته على اللقاء ويقدم الاداء بقى الاستعراضي. ومارسيلو سحبه حلوه والعرضيه رونالدو، على الهدف، الله على الهدف. بص شوف مارسيلو بيعمل ايه، بص شوف مارسيلو هدف ايه؟ هدف لوحة فنية رسمها مارسيلو، ورونالدو الظاهرة يصفق وفيجو يسعد بهذا الأداء، ورونالدو يحتفل بطريقته الخاصة دائما وأبدا، الدون كريستيانو رونالدو. لكن مارسيلو بدأ الحكاية، بدأ ايه الرواية الجميلة. بص شوف اسكو ومارسيلو عاملين ايه. ادي امامنا هنا ادي تيتو خلى تيتو وقع في اللقطة الماضية، ووقع وقعة. ادي تيتو وقع وادي الكرة الرأسية من رونالدو في المرمى في الشباك. الهدف الثالث في مهرجان الأهداف، يفتتح العام الجديد بأحلى أهداف. بص شوف مارسيلو خلى تيتو، ايه ده تيتو ده؟ ايه يا تيتو ده؟ ايه اللي حصل لك ده؟ شوف رونالدو بقى هنا، الكرة دي كورته، الكرة دي بتاعته، اللمسة دي لمسته، الرأسية دي للنجم الكبير كريستيانو رونالدو. 381 هدف في مشواره خلال لعبه لفريق نادي ريال مدريد. الكل يصفق، الكل ينظر إلى الإعادة، الكل ينظر إلى الأهداف، لأن كان صناعة مارسيلو برأسية في الدقيقة 27. ادي مودريتش في انطلاقة جديدة، في هدف جديد، في مهرجان جديد، في دخول هدف جديد هنا في هذه الليلة ولا أي ليلة من ألف ليلة ولا. صحيح احنا لسه بدري، لكن في بعض بلداننا العربية الوقت بقى متأخر. دخلنا على الدقيقة 31 والمهرجان بدأ، الحفلة بدأت، حفلة الأهداف. اسكو هدفين وبنزيما هدف ورونالدو هدف. لكن بص شوف مودريتش، شفت مودريتش عمل ايه؟ ادي امامنا هنا 4 لا شيء. كرة على طول هنا انطلاقة. ادي مودريتش حاططها ايه؟ قال له حط هدية، حاططها له بيقول له حطها. عايزه ايه؟ على رأي استاذنا الراحل كابتن محمد لطيف، دي عايزه نفخه. وهو بقى يا دوبك امامنا اهو اسكو سندها اهو ببطن رجله. والحارس اوتشوا يعني يبدو هنا في سانتياغو برنابيو في هذه الليله هياخد علقه ايه ولا اي علقه. 4 اهداف في مرمى غرناطة حتى الان. ريال مدريد يمتع بالأهداف الكثيرة، الأهداف الغزيرة اللي سجلها حتى الآن في مباريات الدوري ب44 هدف، بأقوى خط هجوم. البارسا في المواجهة القادمة أمام فريق إشبيلية. كرة على طول من خامس، عرضية، هدف، جول
في هذه اللقطة، سجل في الموسم الماضي في مرمى لاس بالماس، ويسجل كازاميرو في هذه الكرة وهذه اللقطة. ريال مدريد 5-0، 5-0. ادي امامنا خامس، وكازاميرو يعرف طريق المرمى، يسجل كازاميرو امامنا هنا في هذه اللقطة. ادي امامنا الاعاده، بص خمس عاملها ازاي، ده بيقول له حطها، وكازاميرو حاططها بقى المره دي. هدف لكازاميرو في هذه الكره وفي هذه اللقطه، الهدف اول لكازاميرو في هذا الموسم. سجل في الموسم الماضي كان في مرمى فريق نادي لاس بالماس في اطار مسابقه الدوري. هذا اللاعب اللي امامنا هو سجل هدف في هذه الكره وهذه اللقطه. كازاميرو يسجل الهدف في تلك الكره بقى اللي معموله من خمس، كره معموله من خمس بالسنتي بالمقاس. هدف في الدقيقه 58 من عمر اللقاء من صناعه البديل، خمس